السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الموضوع الفاتورة، تركيب الفاتورة. تمام كده. هنشتغل في طبعا هنا إدخال. عايزين نميز الإدخالات دي بلون أصفر فاتح كده، وهنا احنا هنا لما عملنا المبيعات على الخدمات، خصوصا في جزء الخدمة بالذات، ده هنا بيروح على على اللي هو تيبل 30. تيبل كام؟ 30. قلنا 30 دوت تيبل 30. اتسجلت فيه جزء العفش، جزء اللي هو نوع المجموعة. نوع المجموعة هنعمل واحدة تانية ميكانيكا. استنى كده اقول لك يا سيدي. هنا مبيعات خدمات، هنستخدم كود. هنا فك الدينامو، فك الدينامو، فك او تركيب الدينامو. ها، ده سعرها 150 جنيه، ودي يعتبر ميكانيكا اضافة. وهنا هنعمل واحدة. ماشي، دفعت رقم السيارة اهي اهو. هنشال وهنعمل واحدة بتاعة تركيب كباري بس. تسجيل. دي الفاتورة القديمة. احنا دلوقتي حاليا شغالين بالايه؟ بالقالب الجديد. القالب الجديد. طيب احنا هنا الكلام ده احنا قلنا اتفقنا اللي هو بيتصب على فاتورة. هنشوف بس الفاتورة بتاعت دي اللي هي 193 وجاية من خلال 192. ماشي. وهنا جاية من فاتورة. اللي يهمنا الفاتورة دي. هنا بقى فين الفك والتركيب؟ مش هي ده المجموعة بتاعته ما نزلتش. طب احنا بقى ايه المشكلة ان احنا ننزل المجموعة؟ ننزل بقى المجموعة. مم. هي ليها علاقة بالفاتورة. تعالى بقى يا سيدي، هتعمل بقى ازاي؟ عشان دي مهمة قوي. هنربط بقى دي، هنربط. يا اما في حل تاني جميل وشيك، هنسقط ده كله تاني، كله دبل كليك على كله، كله يسقط. كله سقط اهو، بقى 300 وكام و15. هنجيب بقى تيبل 30. اول حاجه نعرف الاول اللي هو اسم الصنف اهو. اسم الصنف ده هنجيب آه هنجيب. هنخش عليه بس معلش انا اسف، وهخش هنا على تيبل 30 ونقول له هنا اللي هي اسم الخدمه بتساوي اسم الخدمه الناحيه التانيه. اسم الخدمه بتساوي اسم الصنف، ده بيتساوي ده. نزلني المجموعة. وريني شكل المجموعة. تمام. يبقى هو كده جاب لي العفشة وجاب لي الميكانيكا، ما جابليش ليه؟
لان دوت مش مرتبط بمجموعه، لان تقريبا صيانه اسلاك ما كنتش عملت لسه ساعتها. آه يعني ما دخلتش موضوع. طب بس هو خد كده ايه، خد بالك ان 315 عايزين نحفظ نشيل بس ايه عشان انا بنسى. 315. بس بقى في حاجه مهمه قوي، انا في ده انا عملت بقى ايه مبيعات خدمات على واحد رفع ده، بس ما خدش خدمه، خد قطعه بطاريه واخد خدمه كبالي رقم السياره ماشي. ماشي. في بقى هنا غلط ليه؟ ايه دي؟ يعني الكمية تيبل 39. 39. ما نشوف ايه قصة 39 دي، حصل مشكلة ليه كده؟ ايه فكرك بينا دلوقتي؟ مش بتاعت ايه اصلا؟ اه شكلها حاجة من الحاجات الجديدة. على كده خش تاني. يا سيدي هنشوف بس كده القصة ايه الدنيا هنا. هو قال لك كده دخل رقم السيارة، هندخل رقم السيارة اهو والخير. امال ايه بقى القصة اللي جات لي، الرسالة جات لي؟ ماشي. هنا بقى هنزود خدمة اللي بتاعت الكبارن دي، واحدة تسجيل. ماشي. تعالى بقى هنا الكود بتاع كام 315. هو كمية اللي هو ماشي الميكانيكا، وأصبح هنا ايه رقمه كام، رقم السيارة كام، متسجلتش معانا ولا ايه؟ نعيد تاني معلش. هنعمل بس ايه عميل جديد. ابو النجا. ابو النجا ده عمل اخد بطارية، بس اخدها الاول. لقى ابو النجا رقم سيارته اهو ضاد ج 11. بعد كده هنا عمل كبارن وعملنا حفظ. ماشي يا ابو النجا. طب ايه بقى قصتك هنا، فين ابو النجا هنا؟ تعالى نعمل بس ينزل الاي دي. الاي دي موجود اهو. هنا 1 و6، عايزين نعمل ترتيب دي. اخر اتنين اهو 160 صح 71. دي شكلها كده بتاعت خدمات بس ملهاش علاقة بقطع غيار. وجيم ضاد اهي وال11 اهي، يبقى المكبرات تبع العشرة فعلا. ماشي يبقى احنا كده ماشي دي بتاعت العفش خلاص. هنعمل بقى ايه تجميعة بالمنظر ده، بحيث جروب كل جروب لوحده. كده ما ننزلش معانا ليه؟ فين اللي فيها عفشة دي؟ تعال.
الافندي منزلش معانا، هننزل امه دلوقتي. المجموعة ايه؟ عشان دي اهم حاجة. هنعمل بقى جروب بالمنظر ده. ايوه كده. بس ده هيكون ناحية اليمين، هو عايزه ناحية اليمين. مجموعة. مش هنكتب كلمة مجموعة، هيبقى هنا ناحية اليمين وعليها بالمنظر ده كده، وهنيجي هنا ونيجي هنا مش عارف في حاجة مش مظبوطة هنا، عايزين نوصل. ماشي 315 مازلنا. ماشي. طيب أبو كده إيه أول حاجة المجموعة، هنتقل المجموعة مش أي مشكلة عليها خالص، وهنيجي هنا هنقول معرفش اسم الصنف، مش لازم بقى كل ده اسم الصنف اهو سلاك. بس احنا مش عايزين كده ايه، احنا عايزين يعني نرجع تاني كنترول زد. احنا عايزين هنعمل حركة كده بحيث ايوه كده بالمنظر ده. ايوه هو عايز بالمنظر ده كده. طيب الاي دي مش عايزين، لان كده كده اصلا هيفلتر على الايه الفاتورة، مش عايزين ده. التاريخ كده كده هيتكتب في الفاتورة من فوق، فمش عايزين دوت. كود الصف مش عايزينه. خلاص اسم الصنف اتكتب. الموديل امشي يلا. هنا الكمية مطلوبة. مش هقول لك ايه، بس ايه معلش قبل ما اعمل دي هنعمل واحدة تاني اتنين كمان عشان شكلها ما بتتعملش تلقائي. يبقى هنا الكمية ينفع تنزل الكمية دي هنا؟ ما ينفعش. هنا الكمية، نكتب بقى الكمية بالعربي. طب اقول لك على حاجة حلوة، دي خدمة. الخدمة ما فيهاش حاجة اسمها كمية، فهنشيل. خلاص هنكتب هنا الوحدة، سعر الوحدة الإجمالي بس. وهنا بقى كوما، وهنا نكتب إيه الإجمالي. ونعمل صم الجروب. لا استنى، احنا عايزين نعمل دي إجمالي ده. خلاص خلينا بعدين الوحدة نشيلها. هنا مش عارف دي ايه صح، نسيت رقم من الفاتورة. دي مهمة، رقم الفاتورة دي مهمة، بس احنا هنربطها من الداخل مش مهمة بالتأكيد. والرفعة دوت كده كده أصلا اسمه هيتكتب خارج الفاتورة. شكرا.
بنفس الكلام ده. هو قال لي بقى ان خطوط ايه ده؟ ايوه، خط من تحت، ايوه بالمنظر ده بالظبط. ماشي. فين بقى احنا كنا على الفاتورة فين؟ تعالى كنا نخش على الفاتورة فين يا ابني؟ الفاتورة فين؟ الفاتورة فين؟ رقم 11 13 بين. الجهاز مهنج بقى شكله هيهنجني. ايوه 13 اهي. الفاتورة اهي. ماشي. دوكا التاني اسمه ايه بقى؟ 315. هات لي بقى 315 ده. ماشي اعمل لي بس كده ولا اعمل لي كده. سقط لي ده كده. يا سيدي طب ماشي. هنعمل ده كده، هنضيقه قوي، وفي نفس الوقت هنشيل هنخفي القصة اللي هنا. بعد كده اما نشوف كده لو تمام. نيجي كده الفاتورة كده تبقى ايه ده؟ ايه الفراغ؟ ايه الحتة البيضة دي كلها؟ أهم حاجة الطباعة. طيب خليها بعدين. خش هنا. هو هنا الفوتر. طب ننقل الكلام ده كله فوق كده ونشوف. معلش انا طولت قوي قوي قوي. 17 ماشي، بس اهم حاجة الشغل يطلع مظبوط. كده احنا هنضطر نشوف بس الاول. لا لا ناقص. نرجع تاني. اه تمام كده. طيب كده احنا خلصنا من الجزء ده، بس في طبعا نقطتين مهمين. اول حاجة اجمالي الخدمة و والقطع غيار. بص احنا هقفل المرة دي بس عشان نعرف بس ايه الخطة الاولى. نكتبها كده اهو في الحلقات الجاية ان شاء الله. ايه هي بقى اللي هعملها في الحلقات الجاية؟ في حلقة ها هضيف فيها اضافة القطع الغيار في الفاتورة. تمام. الحلقة اللي بعديها تجميع مبالغ خدمة وقطع غيار. الحلقة اللي بعديها الحلقة اللي بعديها التنسيق والترتيب الفاتورة. لا بس قبل التنسيق والترتيب الفلتر، التصفية الخاصة للفاتورة. وأصل الفاتورة دي بيجيب لي كله، يعني ده جاب لي كله العملاء كلها. لا أنا عايز حسب عميل معين. تمام.
يبقى احنا ايه ان شاء الله في الخطة الجاية اضافة القطع غيار، قطع غيار في الفاتورة ان شاء الله في الحلقة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.